السلام عليكم. عايزة أحكي لكم النهاردة عن مصطفى زماني أو نبي الله يوسف. يلا نبتدي الحكاية. وصلى على النبي، كل ما يجي نبي يصلي عليه. مصطفى زماني ممثل إيراني من مواليد سنة 82، يعني عنده السنة دي 43 سنة. مصطفى اتولد في مدينة فريدون شمال إيران، مسلم الديانة. مصطفى طفل وسيم من يومه، بعيون ملونة وموهوب وبيعشق التمثيل من يومه. لما كبر درس في جامعة أزاد الإسلامية فرع طهران. أول أدواره اللي انطلق فيها بسرعة الصاروخ كان دوره في مسلسل نبي الله يوسف، واللي أخد فيه دور البطولة، وده كانت فرصة عمره اللي فتحت ليه أبواب المجد منذ البداية. والملاحظ إن هو فعلا أبدع في الدور ودخل قلوب الناس سواء في العالم العربي أو الإسلامي كله. كمان كان من أشهر أعمال مصطفى مسلسل شهرزاد وبرلين والكابوس وغيره. مصطفى من أبرز الفنانين الإيرانيين، بيتكلم فارسي وبيتكلم كده لغة خاصة بأهل الشمال، ما بيعرفش عربي. طبعا زي غالبية الشباب اللي بيحب التمثيل، بدأ بمسرح المدرسة ثم مسرح الجامعة. حصل مصطفى على جوائز كتيرة وتكريمات كتير قوي بسبب تميزه وإبداعه. انتشرت في الأيام الأخيرة شائعة عن وفاته بسبب الحرب الإيرانية مع الكيان المحتل، لكن مفيش أي خبر مؤكد عن هذه الإشاعة حتى الآن، وهي أقرب للنفي. مصطفى بيحب الأكل السريع وخاصة النودلز اللي هو بيقوم يحضرها بنفسه. كمان بيعشق كرة القدم وبيشجع الأحمر الإيراني، يعني هو من الآخر كده أهلاوي إيراني. طيب يا مصطفى، إحنا كمان بنحب الأهلي. لو عجبكم الفيديو شجعوني، أنا أختكم همسة، لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.